التدريس والتقييم، وهذه عينة نظام التعليم وتعلم نظام الخروج. قمنا بتحسين في إطار البرنامج الذي سار فيه وتعهد به رئيس الجمهورية في توظيف خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة الدكتوراه. تم توظيف أكثر من 46 أستاذ في مختلف التخصصات. أطر هذه العملية حوالي 45 أستاذ من مصاف أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر ألف، واستفاد من العملية 46 أستاذ. هؤلاء الأساتذة تدرجوا في التكوين، حيث استفادوا من هذا التكوين عن طريق الطرق التعليمية والحديثة في التعامل مع البرامج والمناهج ومع الطلبات، وأيضا استفادوا من مجموعة من التكوينات التي تهدف إلى الارتقاء بالأستاذ في مجال التعليم ومجال العطاء الفكري من خلال ملتقيات وندوات وأيام دراسية. بعد توظيفنا بالسنة الجامعية 2023-2024 وفي إطار التكوين عن بعد والتكوين الحضوري الذي نصت عليه وزارة التعليم العالي، تم اليوم مناقشة تقرير التكوين النهائي حول ما تم إنجازه من مختلف النشاطات، والذي كلل بالنجاح. ونشكر الله عز وجل، ونشكر كذلك مدير المركز على الالتفاتة الطيبة التي وفرها لنا. أنا اليوم متواجدة بالمركز الجامعي شريف بوشوشة استكمالا لعملية ترسيمي بأستاذة محاضرة بالمركز. التكوين عن بعد كان لبنة تضاف إلى سبب معارف وخبرات جديدة، وما زاد التكوين متعة هو التفاعل بين الأساتذة، خاصة في مستجدات الورشات وغيرها من الأنظمة الإلكترونية التي استفدت منها كثيرا. أتطلع بشغف لخوض رحلة التعليم التربوية التعليمية وأحقق الأهداف لبناء مشروع طالب ناجح من خلال المركز الجامعي شريف بوشوشة. وأنا ممتنة لإتاحة الفرصة في هذا المركز لينطلق مشواري من هذه النقطة.